عامله ايه؟ الحمد لله تمام. شفت فرح نجوى بكره، لازم بقى نحضر كلنا. بجد فرح نجوى بكره؟ ان طب شاء الله. كويس والله. احنا ايه مش هنفرح بيكي قريب ولا ايه؟ هي نجوى اصغر منك بكام سنه؟ نجوى اصغر منك بكام سنه؟ ما علينا مش مشكله. انت عارفه ناديه اللي كانت معاكي في المدرسه؟ عيالها دخلوا الحضانه. احنا عايزين نفرح بيكي بقى قريب. شد حيلك كده. وخير. صباح النور. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. على فكرة ده شاي أخضر، حاسة إن أنا مليت كده. لا يا شيخه ما تقوليش كده. انت عارفه امبارح كنت في الملاهي، العيال كانت بيلعبوا على لعبه كبيره قوي كده وعمالين بيتنططوا عليها. اقسم بالله افتكرتك اول ما شفت اللعبه دي. لعبه منفوخه كده يخف الاكل شويه، مش هينفع الكلام ده. حاضر. يعني ما ينفعش، انا واقف معاكي وخايف السقف يقع. حاضر. اعوذ بالله يا شيخه. بشرب شاي أخضر أهو. ربنا معاكي. ماشي. ايه يا ابني مالك في ايه؟ لسه خلع ضرسي دلوقتي. لسه خلع ضرسك؟ وريني كده. هتشوف ايه بس؟ يخرب بيت منظرها، هي دي سنان؟ بذمتك انا ولا ذمتك دي منظر سنان؟ سنانك عامله زي سلاح المنشار كده، كنت خليت الدكتور يخلعهم لك كلهم. انت مش عارف حاجه. انت عارف انا مش شايف غير صفين عساكر، مش صفين لولي. كنت خليت الدكتور يخلعهم لك كلهم يا اخي، ده منظرهم مقرف. روح روح يا رب، روح بلا قرف، روح يا اخي انا هرجع يخرب بيتك. امسك يا معلم، بصور دي للمدير. يا عم هو مفيش غير انا في الشركه هنا. ايه يا عم مالك في ايه؟ معايا مشكله كبيره في البيت. مشكلة ايه يا عم؟ انت اصلا مشكلة، انت على طول مكشر كده ومقرف منظرك. ايه ده؟ ايه الكآبة دي؟ انت كانوا بيتوحموا على غراب. ايه القرف اللي انت فيه ده؟ يا عم ده انا لما بشوفك بكتئب، يخرب بيتك بيت قرفك. انت مالك ومال؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فاكر عبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع انت. بابا درس ده صعب أوي. وانا كمان في سؤال مش فاهماه. مش فاهماه؟ وانتوا اساسا بتفهموا؟ اه يا بابا، وحتى الدرجات هي حلوه. درجات؟ ممتاز ممتاز ممتاز، مفيش مادة واحدة ممتاز جدا؟ انتوا اصلا فاشلين. ده وانا قدكم كنت بطلع الاول على المدرسة. ده جده بيقول على بابا ان هو كان طالب فاشل. ده هو فاشل لحد دلوقتي. باي باي يا فاشلين، يا فاشلين. الله عليك، احسنت يا ابني والله. مبروك. ايه يا ابني في ايه؟ ولا حاجة، زي ما انت عارف الظروف مكعبلة والدنيا بايظة، هعمل ايه؟ يا عم ظروف ايه؟ ظروف ايه يا عم؟ انت دايما تشتكي من ام الفقر كده. في ايه يا عم ما تروح تشتغل؟ اشتغل ايه اكتر من اللي انا بشتغل؟ انا بشتغل شغلتين، اجيب التالتة منين؟ يا عم اشتغل 3 و4 يا عم، ما هو غبائك وجهلك اللي عامل فيك كده. هو الفقر ده سببه الغباء والجهل. ما بدل احسن ما حلو ان الناس تيجي تقعد تساعدك وتاخد حسنات على قفاك كده، حلو. يا عم بطلوا اللي انتوا فيه ده، انت على فكره شكلك بقى وحش جدا. شكلك وحش جدا. وحش جدا. ايه ده؟ انت ليه بتتعامل مع الناس كده؟ تعامل مع الناس باسلوب احسن كده شوية. انا احب الصراحه، انا اقول اللعنه الدعمه في وشه. طبعا في فرق كبير بين الصراحه وبين الوقاحه وقله الذوق. كلنا عندنا عيوب ومشاكل نفسيه، من اول اللي بيقول ان هو سعيد في حياته لحد اللي في المستشفيات النفسيه، بس بتختلف نسبه ونوع المشكله. يعني حضرتك بدل ما تركز في عيوب الناس، ركز في عيوبك انت وحاول تعدلها. وخلي بالك مش الاسلحه بس اللي بتقتل، في ناس جالها امراض عضويه وماتت، وناس جالها امراض نفسيه وانتحرت بسبب ناس ما راعتش شعورهم وجرحتهم. فلو سمحت لو مش قادر تقول كلام كويس بلاش تقول كلام يجرح ويأذي. شكرا.